المتهم اللي قدامنا ده مجرم هربان بقاله 20 سنة، بس دلوقتي هنشوفه وهو بينهار لأول مرة. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. خطفها واعتدى عليها ودبحها، بس هي رفضت تموت ورجعت علشان تطارده. قصتنا ابتدت في مدينة داكنسون في ولاية تكساس. جينيفر اللي عندها 8 سنين كانت عايشة مع أمها لوحدهم بعد انفصالهم عن أبوها، وكانوا عايشين في بيت صغير في حي فقير منتشرة فيه الجريمة. ونتيجة لكده كانت جينيفر بتخاف تنام لوحدها، فكانت دايما بتنام جنب أمها. في ليلة 8 أغسطس سنة 1990 كانت جينيفر مش عارفة تنام، فطلبت منها أمها تروح تنام في أوضتها علشان هي لازم تصحى بدري علشان عندها شغل. وفعلا راحت جينيفر أوضتها، وبتقول إنها قعدت تقرأ لحد ما نامت. وتاني يوم الصبح أمها لقت شباك أوضتها مفتوح وجينيفر اختفت، وطبعا بلغت الشرطة. الشرطة ابتدت التحقيقات، وفي نفس اليوم جالهم بلاغ ان اطفال كانوا بيلعبوا ولقوا جثة على الارض، واتنقلت جينيفر بطيارة هليكوبتر للمستشفى. لكن الشرطة كانوا متأكدين ان دي جريمة قتل، وان فرصة نجاتها تعتبر معدومة لانها على حد وصفهم مذبوحة، وكانت حالتها مفزعة جدا لدرجة انهم منعوا امها تدخل تشوفها. بس لحسن حظها المجرم ما أصابش الشرايين الرئيسية في رقبتها، لكن أحبالها الصوتية اتقطعت وفقدت صوتها، واتعمل لها عمليات عشان يصلحوا المجرى الهوائي بتاعها. وبعد العمليات لما فاقت جينيفر كانت في حالة فزع، لأن معظم الدكاترة والضباط اللي حواليها كانوا رجالة، وهي كانت في حالة صدمة وخوف من أي راجل، وكانت طول الوقت عندها نوبات فزع. بس لما استقرت حالتها بعدها بأيام، الشرطة كانت قدام تحدي إنهم ياخدوا معلومات من طفلة صغيرة في حالة صدمة ومش بتتكلم كمان. بس فاجأتهم بذكائها لما استخدموا الكتابة. جينيفر وصفت المجرم وعربيته بالظبط، وكتبت إن اسمه دينيس، وحكت كل حاجة في يوم الحادثة بالتفصيل. بتحكي جينيفر إنها صحت وهي في إيدين شخص ما تعرفوش شايلها وبيجري بيها في الشارع. طبعا اتفزعت وكانت هتصرخ، لكنه كتم نفسها بإيده وطمنها، قال لها إنه ضابط شرطة وهي لازم تهدى وتيجي معاه. أخدها في العربية وراح مكان مهجور تماما. بعد لما نزلها من العربية حط سكينة على رقبتها وسألها لو كانت خايفة منه، وقبل ما ترد عليه كان بيخنقها بأقصى قوة عنده، وبعد كده حاول يكسر رقبتها. ونتيجة لكده جينيفر فقدت الوعي، وبتحكي انها فاقت بعدها بدقايق على ان الراجل ده بيجرها من رجليها على الارض، وقررت بذكاء انها ما تعملش اي حركة كأنها ميتة، وسمعت صوته بيركب عربيته ومشي. وبتحكي انه رماها على تل في بيت للنمل، وكانت هتدخل في الغيبوبة اللي غالبا ما كانتش هتقوم منها ابدا، لكن قرصات النمل المستمرة في جسمها هي اللي خلتها صاحية لحد ما انقذوها. وبعدها بأسابيع وهي في المستشفى جينيفر ابتدت تسترد صوتها، برغم من ان الدكاترة المعالجين ليها قالوا ان ده مستحيل ومش متوقع ولا حتى بعد سنين طويلة. بس بالرغم من ذكائها ومعجزة استرداد صوتها، إلا إن الشرطة كانت أدلتها ضعيفة جدا، وجينيفر على اتصال بالشرطة لمدة 18 سنة بعدها وهي مصممة إنهم هيمسكوا اللي عمل فيها كده. وبعد كده جالها الاتصال اللي هيغير كل حاجة من ضابط اتعين جديد في قسم جرائم الأطفال اسمه تيم، وقرر إنه يفتح قضيتها. وفعلا بعت قطع اللبس اللي كانوا لقوها في مكان الجريمة لفحص ال DNA اللي اتطور كتير في الوقت ده عن الوقت اللي حصلت فيه الجريمة سنة 1990. الفحص أخد سنة كاملة، ولقوا تطابق في الحمض النووي مع شخص اسمه دينيس زي ما جينيفر كتبت لهم وهي عندها 8 سنين بس. واتفاجئوا أكتر لما وصلت لهم نسخة من رخصة القيادة بتاعته سنة 1990 بالصورة اللي وصفتها جينيفر ساعتها مطابقة ليها بالظبط. وفعلا قبضوا عليه وابتدوا يحققوا معاه علشان يوصلوا لاعتراف يقفل القضية.
She's alive. Yes, She's alive. she's alive. Well, you have no idea how hard I have prayed for that. My whole life for the past 20 years has been utterly and completely because of my mistake. وبتحكي جينيفر إنها ما نامتش لمدة أيام قبل المحاكمة علشان تكتب الخطاب اللي هتقوله له قدام المحكمة، بس للأسف المحاكمة دي ما تمتش أبدا علشان دينيس شا نفسه في زنزانته قبل المحاكمة بأيام. بس بالرغم من كده راحت جينيفر عند قبره وقرت الرسالة اللي استنت عمرها كله علشان تقولها له. وانت كمان ما تنساش تقول لنا رايك في القضيه دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.